لو انت من الناس اللي بتعاني من مشاعر حزن او خوف او قلق وتوتر، وحاسس ان كل مدى المشاعر بتزيد جواك ومش عارف تخرج من الدايرة دي، انت بتعمل خطأ كبير جدا، وبالتالي مشاعرك عمالة تزيد بسبب الخطأ ده. الخطأ اني بقاوم المشاعر او برفضها. طول ما انت عمال تقاوم المشاعر او ترفض المشاعر هي بتزيد. مشاعرك جايبالك رسالة محتاج انك تسمع لها. لو فهمت الرسالة هتبدأ تتحرر منها بسلام. لو انا عندي مشاعر حزن، هنا جاية تقولك تخلى عن الماضي واحداث الماضي. عندي توتر وقلق، انا باصص على المستقبل. بتقولك عيش اللحظة الحالية. اللي فات خلاص بحزنه بتعبه بصدماته، اتعلم الدرس، واللي جاي في ايد ربنا. انا اللي عليا بسعى للآن، اللحظة الحالية. كل مشاعر جايبالك رسالة محتاج تتقبلها وتسمعها، هتتحرر منها.